السلام عليكم. أثارت صور لأبقار برازيلية انتشرت بكثافة بين المغربيين على مواقع التواصل خلال الساعات الماضية عاصفة من الانتقادات. فقد نشر العديد من المغاربة على حساباتهم فيسبوك صورا وصفوها بالغريبة والمخيفة لأبقار استوردتها وزارة الفلاحة في البلاد ضمن شحنة من 2800 رأس برازيلي مخصص للذبح، ووصلت قبل يومين إلى ميناء الجرف الأصفر جنوب غربي الدار البيضاء. وأطلقت تلك المشاهد للأبقار النحيلة التي وصفت بأنها أشبه بهياكل عظمية بأجسامها النحيلة عاصفة من السخرية، فيما حذر آخرون من استهلاكها لاحتمال إصابتها بالأمراض، على الرغم من أن ناطقا باسم الحكومة أكد سابقا أن كافة الأبقار المستوردة تخضع لفحص مخبري قبل دخولها البلاد من أجل التأكد من سلامتها وخلوها من الأمراض. وكذلك أعرب البعض عن استغرابه من إقدام الحكومة على استيراد الأبقار رغم تمتع البلاد بما يكفي من تلك الحيوانات.